المغرب سجل الهدف الافتتاحي المهم جدا في المباراة. يستقبل كرة في وضعية ممتازة، تحكم غير عادي بالكرة. بابو غوميز قام بالمطلوب منه هنا، أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى فريقه. إبعاد الكرة، يسدد الكرة. الكرة ملعوبة من مسافة بينية رائعة، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. لوكاس هرنانديز، غريزمان، استعادة الكرة سريعا. الله على هذه المهارة، مرور غير عادي. أوه، مهارة غير عادية بالكرة. فرصة سانحة للتسجيل. بافار تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. اعتمد على نفسه أكثر من اللازم في الكرة الأخيرة، لا يمكنك أن تواجه هذا الخط الدفاعي لوحدك. غريزمان، غريزمان يسددها، غريزمان بهذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم، تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. تستأنف المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني. المغرب يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. يا تشاوميني، انقاذ غير عادي من حارس المرمى. الله على هذه المباراة. يتدخل ويقطع الكرة، عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. كاير كان من الصعب أن نرى نهاية أخرى لهذه الهجمة. The attendance for this match was 71,649. تسديدة من جيرو. فرنسا يسير في الاتجاه الصحيح في المحاولة الهجومية، محاولة لخلق فرص هجومية. الآن فيه لعب هجومي. غريزمان، نقل كرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا. أنتوني غريزمان، أنتوني غريزمان سددها بشكل قوي وفي مكان صعب، لكن حارس المرمى كسر كل هذه المحاولات. جيرو،
أنقذ مرماه وحارس المرمى أيضا في هذه الكرة. بلوك ممتاز، دفاع قوي. دفاع يشتت الكرة. يخاطر بهذه التمريرة وقد تكلف الكثير. يقطع الكرة. Substitutions taking place. المغرب ما زال يحاول هجوميا رغم أنه متقدم في النتيجة. هذا يبرز شخصية الفريق وأفكار المدرب. المغرب على بعد دقائق من الفوز هنا على عكس التوقعات. أدريان رابيو، والآن فرصة للتحول للهجوم. الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة. نتيجة مثالية في مباراة حاسمة.